مهم هذه الكيكه هذه كنهديها لعشاق البرتقال بحالي بطبيعه الحال اللي كيبغيها هكا. فهاد الوصفه هذه ليكم. ها نتوما شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي اسفنجيه وزوينه بهاد لا كريم هذه. كلشي بالبرتقال غنقدموا كلشي ان شاء الله بالبرتقال، وهذا موسم البرتقال فعلاش لا ما نستغلوش. يلا هو معنا. السلام عليكم، درتو لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه؟ نتمنىكم تكونوا على خير وبخير ان شاء الله باذن الله. اليوم بما ان موسم ديال البرتقال وهذا ف غنصيب واحد الكيكه. هكا كيكه الصراحه تنفعكم هكا الوليدات الكوتي، جا عندكم شي حاد العيد، مهم اللي بغيتو البنات ديروها. صراحه كتجي ممتازه، وزعما الناس اللي كيعجبهم الليمون صراحه استغلوا هاد الوقيته ديالو، استغلوا هكا في وصفات. ف بلا ما نطول عليكم فندوزو للمقادير. بالنسبه للمقادير عندي 3 البيضات، عندي واحد القشره ديال البرتقاله مليحه، واحد 2 ساشيات ديال الخميره الكيماويه من فئه 8 غرام، يعني عندي 16 غرام هنايا. عندي كاس مع مرش ديال الزيت، عندي هنا نص كاس ديال السكر، سيروا نتوما حتى الكاس انا كنقص. هنا عندي كاس ديال عصير البرتقال، هنا طبيعي البنات، حنا كنهضروا طبيعي، اللي بغى يعوضوا يعني هكاك المصطنع يديروا، ولكن راه بالطبيعي راه ما كاين ما احسن منه، سورتو هذه وقيتو. عندي هنا 2 كيسان ونص ديال الدقيق، وعندي معلقه ديال الخل. هادشي اللي غنحتاج، فندوزو على بركه الله. اول حاجه البيض، نديرو بيضه بيضه، هنا درنا 3 البيضات غنخلطو، نديرو ديك قبيصه ديال الملح هكا، وغنزيدو السكر، ممكن ديروا الطراب الكهربائي الا بغيتو، حطوا الكميه كامله. هنا انا درت هذا السكر الماء الاسمر، ممكن نتوما ديروا غير السكر العادي، راه ماشي ضروري. نخلط مزيان. هانتوما غنضيف الزيت هكا، وانا كنخلط نخلط مزيان. في هذه الاثناء انا درت الفران ديالي يشعل. غنضيف هذه القشيره ديال البرتقال، وغنضيف كذلك داك كاس ديال الليمون هكا، صافي. ودابا غنبدا نضيف الدقيق تدريجيا. انا عندي هنا 2 كيسان ونص كيف قلت لكم مغربلين، نضيف الدفعه الاولى. هنا واخا كنعطيو يعني العبار، راه يقدر انكم يا يخصكم شويه على داك 2 كيسان ونص، يا تقلوا يعني على حسب الطحين، ولكن هي الاغلبيه راه كتجي 2 كيسان ونص قياسها. انا غنبقى نضيف الدقيق هكا، غير النوعيه ديال الدقيق كيف كنقولوا دائما راه تختلف من دقيق الى دقيق. نتوما دابا نضيف الدفعه الاخيره. هانتوما غتشوفوا القوام كيفاش خصو يجي. هانتوما ها نحاول انني نهبط هاد الجوانب هكا. هانتوما شفتوا القوام كيفاش خصو يجي هكا. هانتوما شفتوا. دابا بقات ليا هاد الخميره هادي ومع ديك معلقه ديال الخل هكا، ونخلطو. نخلطو مزيان هكا، ولا بان لكم شي حاجه يعني الفوق
ديال الطحين مازال هبطوها، ها نتوما صافي. صافي ها هي من بعد ما خلطتها حيت داك سميتو داك الطراب. طبعا نديرها هذا نتاكد بان ها نتوما شفتوا القوام كيفاش كتجي. صافي هنا خديت واحد المول ودهنتو، ديروا اي مول هكا، غندير فيه هذا الخليط ديالي كامل. صافي ها هي من بعد ما درتها ندخلها للفران كيف قلت لكم، مشعول من قبل، مسخن من قبل. غندير ليه 170 درجه حتى طيب، تبان لكم تحمرات، وديك الساعه نخرجوها ان شاء الله ونشوفوا نتاكدوا بشي كوردون واش طابت، وندوزو لباقي المراحل. دابا غندوز باش نصيب السيرو باش نسقي. ما بغيتوش ما تسقيوها ما تسقيوهاش، انا كتعجبني هكا شويه تكون فازكه. فعندي هنا كاس كيف ما شاهدتوا ديال البرتقال، عصير البرتقال، وغنزيد معاه واحد 2 معالق ما عامرينش، هانتوما شفتوا ديال السكر. ما بغيتوش بغيتو نتوما زعما الحلاوه اكثر ديروا واحد نص كاس. هي هذيك نحيد غير هاد واحد العصير حيدوه. صافي غندير هذا فوق من العافيه. انا ما صفيتوش البنات، خليته هكا ملي دازوا ليا هاد صيفات معليش. غندير هذا فوق البوطه باش اون فوا يطلع فيه الغليه صافي غنحيدوه ونخليوه يبرد باش اون فوا تخرج الكيك ديالنا سخون في سميتو من الفران غنسقيوه بهذا ان شاء الله. هيا البنات من بعد ما طابت شوفوها ما شاء الله كيفاش كتجي. ها راه باقا سخونه، ها شوف ما عرفتش واش كيبان لكم البخار، راه باقا سخونه. كاين معليش دابا غناخذ داك السيرو ونبداو نسقيو هكذا غير بشويه تنسقيوها كامله. نسقيو بطبيعه الحال حتى الجوانب هكا. راه شفتوا ما شاء الله هي اصلا ملي ما بغيتوش تسقيوها ما تسقيوهاش، هي كتجي هشيشه وزوينه. صافي البنات هنا في نفس الكاسرونه غناخذ كاس. هانتوما كاس هنا عندي البنات، هاد الكاس راه قياس العنبه، كاس وشويه. هانتوما بحال قلتو كاس وربع ديال الليمون، ومعلقه هكا ما عمراش هانتوما مسوحه ديال النشا، وتقريبا واحد معلقه ونص ديال السكر. ها هي ها معلقه. ما كنعمرش البنات، يعني راه كنحاول انني انتو المعلقه كندير لها هكا. نتوما الا بغيتو ديروا حتى 2 معالق بركه. اخر حاجه هو هذا الفلون ديال هذا العادي فاني، باش حتى هو غيعاون انه يجمعها وميم طون كيعطيها واحد اللون زوين وكذلك واحد لا تيكستور زوينه. صافي هذا الشيء نديرو انا فوق البوطه يغلى مزيان، هو اللي غندير في هذه الحفيره هذه. صافي البنات ها هو من بعد ما غلا شفتوا لا تيكستور ديالو كيفاش كتجي. دابا غناخذو وغنصبو هنايا وهو راه مازال غيعقد.
صافي نخليوه حتى يبرد، يعني غير كبوه بسرعه. درت لكم شي فقاعه هكا حيدوها صافي، ونخليوه حتى يجمد. وديك الساعه هكا، يا اما تخليوه هكا تزينو غير بشي وريقات النعناع، اولا ديروا الليمون اللي بغيتو، التزيين كيبقى اختياري. ها هي البنات الكيكه ديالنا، شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي، يعني هي بلا ما تسقى بلا ما والو، صراحه كتجي لذيذه وزوينه. وبطبيعه الحال عشاق البرتقال راه غيحماقوا عليها. فنتمنى انكم تجربوها ان شاء الله. المهم ان البنات راه زينتها بشي حاجه بسيطه جدا. هنا خديت غير دوائر ديال البرتقال، درتهم في السكر وحطيتهم فوق مقيله هكا باش خداو لي هاد لا كولور شويه بنيه، ودرت واحد شويه النعناع كان عندي حتى هو درته. المهم التزيين كيبقى لكم الاختيار، ممكن ديروا حتى طريفه د الكيوي. انا قلت صافي غير هكا احسن بلا ما ندير لا كيوي لا حتى شي حاجه. المهم التزيين كيف قلت لكم راه كيبقى الاختيار ليكم نتوما. المهم هو انكم تنجحوا في الوصفه، تجيكم هكا هشيشه وخفيفه، وتجيكم بطبيعه الحال لذيذه كيف ما وصفتها لكم. فالمهم نتمنى انك الوصفه ديال اليوم تنال الاستحسان ديالكم وتعجبكم وتجربوها اكيد، وتردوا عليا في التعليقات ديالكم، واللي جربت شي حاجه ترسلها ليا. ايوا ما تنساوش لي لايك والبارطاج هكا باش تكبر القناه، لان راه كل لايك راه لي لايك هما اللي كيطلعوا الفيديو راكم عارفين، والتعاليق كذلك. فهنا كيطلع الفيديو والقناه بطبيعه الحال كتكبر. فالمهم يعني هذا الشيء ماشي امر وانما فضلا منكم الى جات على خاطركم كيف كنقولوا. فالمهم نتمنى لكم نهار زوين واوقات زوينه باذن الله، وكنقول لكم الى وصفه مقبله باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نقطع معكم واحد الطريف. ها هي البنات، شوفوا كيفاش كتجي ديك الطبقه هكا. ها هي كيفاش كتجي فاششه زوينه.